لم تستغل بالشكل بالنسبة المطلوب. للمدافعية وللمدرب يقول انكم اليوم كمدافعية انكم ما ارتكبتوش اخطاء، والدليل على هذا ما حدثش فيكم اهداف. نعم. لكن بصورة عامة النتيجة السلبية اللي بدون اهداف غير ممتعة للكل، حتى المدربين لما يتحصل على هدف ينتعش ويفرح والجمهور يفرح، لأن كرة القدم فرجة، والأحسن ما في كرة القدم هي هزان الشباك. نعم. كل ما تنهز الشباك أكثر من مرة كل ما الفرجة والجماهير والأغاني والتعليقات المذيعين والصحفيين يبدو يكتبوا يلقوا ما يكتبوا، لأن في أهداف جميلة وأهداف ممتعة. نعم، هذا التعادل هو التعادل التاسع بين الفريقين، مع تفوق في عدد مباريات الفوز لفريق جنت. نعم، ب 19 بمباراة واحدة. نعم، بفرق مباراة واحدة. وقلت لك بينما جنت لم يتحصل على بطولة دوري واحدة. ستاندر ليج صاحب 10 ألقاب كاملة، وصيف 10 مرات للدوري البلجيكي. كيف تقيم هذا؟ هل هو جنت أصبح عقدة رسمية لستاندر ليج؟ هي هيك في كرة القدم موجودة في كل العالم، يعني كل العالم تلقى فريق مشهور عنده فريق صعب الميراث. نعم، وهذا واحد من الفرق اللي صعبة الميراث أمام فريق ستاندر ليج من يعتبر خط هجومه من أقوى خطوط الهجوم. نعم. في الدوري البلجيكي بعد أندرلخت يأتي تقريبا. أكبر نتيجة فوز تحققها 6 أهداف لهدف واحد أمام فريق شارلوروا. نعم. اليوم يعجز في تسجيل الأهداف. الأسلوب اللعب، طريقة اللعب، وحاجة تانية حتى فريق ستاندر ما لعبش بالعنف الهجومي، يعني ما كترش من الهجمات، لأن داير في مخيلته أن فريق جنت صعب، وفريق جنت لو سجل هدف من الصعب الوصول إلى شباكه، فقعد حذر في الشوط الثاني تحرر ستاندر ليج ولعب بصورة واضحة وتحصل على فرص، وحنشوفوا الفرص إن شاء الله المخرج حيوريها لنا تشوف إنه تحصل على أكثر من فرصة. ولكن عجبني أنا حارس الفريق جنت اللي هو فرانك اللي قدم مستوى هذا عالي، الحارس الاسباني. نعم، وحارس اسباني. طيب. قدم مستوى وحنشوف. جميل. هنا امامنا اللقطات سيد جميل. نعم. نعم، هذه اللقطة الأولى تقريبا شاهدناها. بعيد علي شوية، لكن نحاول بقدر الإمكان نشوفوا هنا التألق. لربما إن كانت العلامة الكاملة لكاواشيما في شوط المباراة الأول، العلامة الكاملة لفرانك. نعم. في الشوط الثاني. صحيح. وهذا كوليبالي اللي لما خش في الشوط الثاني بصراحة لم يقدم الإضافة. لا قدم. لو اليوم أدى شوف هذا كوليبالي، وشوف الفرصة، شوف كوليشيما كيف قد مرمى متاع من هدف. لأن علاش؟ لأن الحراس لما توقف صح تولي الكرة سهلة، تغطي الزاوية ممكن حتى. هي صح. نعم. بالمعنى أنت أنا قلت لك صح. هي التغطية للزاوية اللي الخطيرة، وهو غطى أنت تتكلم بمصطلح المدربين. نعم. تمام. هو غطى الزاوية الخطيرة، وبالتالي قدر يطلع على هدف حقيقي. نعم. وهدف صعب. في نهاية المباراة شفنا أيضا هجوم خطير كان لستاندر ليج، لم يستغل هذا الهجوم تقريبا من جانب البديل. فيه باتشوي. نعم. حصل على فرصة من المستحيل أن تضيع، لكن كان تفكيره أن يمررها لزميله. في المقابل نعم. كان الأسهل ليه أنه يضعها في نعم. ربما هذه الهجمة الذي نشاهدها أستاذ جمال اللي قاعدين نشوفه فيها. باتشوي رغم أنه كان نشط ولكن لم يستغل الهجمات، لذلك تم استبداله. هذا تعتبر أن هذا يعني تغيير صايب كان من المدرب؟ أنا نشوفه لا، والدليل على هذا أن البديل ما حصلش ولا فرصة. راه في بعض الرياضيين يضيعوا في الفرص لأنه يعرف يوقف، لما نطلعه ما عادش نحصلوا الفرص اللي كان يتحصل عليها اللاعب، أو ربما يشد حتى في مدافعيا ولا والفرصة تضيع لولا الثانية الثالثة توصل. لكن لما نطلعه ونحط رياضي ثاني، الرياضي الثاني ما عندهاش روح الوقوف في المكان المناسب، ما عادش نحصل حتى فرص، وهذا ما حدث يعني. نعم.
خروج باتشوي في اعتقادك كان انا حسب وجهة نظري انا من الناس اللي نعطي فرصه للاعب اللي يوصل للمرمى حتى يضيعها، لكن زيده في فرصه وثانيه وثالثه، لان ما دام قاعد يوصل للمرمى معناها قاعد خطر على المنافس. نعم. معناها ربما هذه هي الفرصه التي نشاهدها امامنا. تشوف الحارس طلع له المفروض يحطها في المرمى، مررها بالعرض. تفكير يعني ما يكونش من لاعب يلعب في درجه اولى في الدوري البلجيكي. ولكن هذه كرة القدم ما فيش قد ما يتسمى اللاعب واسمه كبير وكذا، في بعض الأحيان يرتكب الأخطاء يقول للمشاهد لو كنت أنا نسجلها. نعم. وهي حقيقة. حكام المباراة السيد فيبرست حكم هذه المباراة كان موفق، بطاقة صفراء وحيدة كان. أربعة بطاقات صفراء واللي فريق ستاندر ليج، لكن وبطاقة حمراء في الأخير، لأن البطاقة الرابعة كانت سببت في البطاقة الثانية للاعب فطلع بالحمراء. لكن الحكم ربما لم يجد صعوبة في اللقاء، ما كانش فيه تلك الندية. الحكام ما يعطوش 10/10. ولكن أنا في المباراة هذه اللي شبحتها ينعطى 10/10، ما عندهاش أي مشكلة. ممكن قدم مباراة سهلة، مباراة كانت في متناولة، أدارها بكل ذكاء، كان قريب، اللياقة البدنية كانت ممتازة، كان أسلوب يعني أعتقد أن حتى المدربين اللي أكثر مشكلة للحكام، لأن في بعض الأحيان الاعتراض معه، حتى المدربين ما كانش فيها أي إشكالية مع الحكم. نعم. ممكن هذه اللقطة اللي ممكن حنشاهدوها الآن، تسديدة كانت من خارج المنطقة، هي تسديدة اللي أمامنا. إيه نشوفه مبوكو لما يسدد القايم في بعض الأحيان القائم يتعاطف مع فريق، وهذه كرة القدم. حتى الحارس فرانك قدم لا هو أجبر الكرة أن تضرب القائم، يعني الكرة ما كانتش لو ما مساش كانت داخلة للشباك. نعم. لا، هل نعتقد بأن المدرب فابريغاس المدرب الأسباني تم استبدال الحارس قبل المباراة، لأن حتى الحارس هو فرانك هو أسباني؟ هل الوطنية هي من لعب الدور في هذه والله كان الوطنية تخليه ان الحارس يطلع بالاسفار يبقى او ربما هذه عندنا احنا في تحليلاتنا كعرب. بس لا لكن هو الاجدر هو اللي يكون في المرمى، والدليل على هذا الحارس امتى ينجح، امتى ما تدخل الشباكه ما تصلش للشباك بتاعه. هو نجح بنسبة 100% ما دام الشبكة النتيجة أصفار، بالنسبة له قام بدور على أكمل الوجه. نعم. هذا التعادل لا يخدم مصلحة الفريقين. بهذا التعادل أضاف نقطة فريق ستاندر ليج وأصبح في المركز الرابع مناصفة مع فريق لوكرن ب39 نقطة، ولكن لوكرن لم يلعب، هو سيلعب مباراة غدوة إن شاء الله. ممكن ما تخدمش ستاندر ليج، لكن بالنسبة لفريق جينت ترتيبه ال 12 ويتعادل مع فريق صاحب الترتيب الخامس، يعتبر النتيجة مرضية. نعم. لا بأس نذكر أيضا بمباراة الغد، مباراة قوية جدا تجمع بين المتصدر أندرلخت مع نظيره أو يستضيف زولت وورغم فريق أندرلخت. كذلك مباراة أخرى في ديربي مدينة بروج هناك ببلجيكا، حيث يستقبل فريق كلوب بروج فريق سيركل بروج في مباراة القمة. غدا إن شاء الله سنتابعها وإياكم على شاشة ليبيا الرياضية. تحية قبل أن أختم معكم مشاهدينا، لابد أن أحيي السيد المحلل قناة ليبيا الرياضية السيد جمال بنور. أنا نتوقع لك مستقبل زاهر، استمر وأنت وجه مرئي جيد وأسلوبك رائع، وأنا نتوقع لك أن تكون واحد من المذيعين العرب الناجحين. شكرا لك أستاذ جمال، هذه شهادة أكيد نعتز بها. شكرا أيضا لكل الإعداد الأخوة القائمين على الدوري البلجيكي سيد نوري ميلاد، وكذلك علي الصادق، والمخرج المتألق دائما محمد المجبري. حتى الملتقى مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.